السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى يكون ان شاء الله هذا النهار يلقاكم بخير وعلى خير وسلام ان شاء الله. غنشارك معكم الطريقه ديال المسمن ديالي. بالنسبه للمبتدئات اللي ما كينجحش معاهم المسمن يتبعوا الطريقه ديال الفيديو حتى الاخر. اول حاجه خديت زلافه ديال الدقيق الابيض، الفورس، النوعيه اللي كانت سواء الخاص بالحلويات او الدقيق العادي ديال العجين، بجوج كينجحوا في المسمن اولا ملوي. غادي نعاود نضيف عليهم زلافه اخرى غير مملوءه بالدقيق القمح الصلب النوع الممتاز، ما يسمى بالفينو او السميد الناعم. الكميه متساويه بحال الفرص بحال الفينو، نفس العبار، باش كيجينا المسمن مزيان. العجينه كتجينا مطاطيه وكيجي صحي حتى في الاكل، ما كيضرناش في المعده ديالنا، وكيجي مزيان وكيجي مورق. بعد زدت شويه ديال الملحه، معلقه ديال السكر ناعم اولا سنيده اولا العسل، اذا درتو العسل افضل. هاد العسل اولا سنيده ولا السكر كيعطينا واحد اللون زوين في المسمن، كيجي اللون ديالو زوين واحمر، كيجي محمر وكيجي اللون ديالو غزال. كنجمع بالماء ساخن كما كتشوفوا، ما ضفت حتى شي مضافه اخرى من غير هادشي اللي شفتوا. كنجمع بشويه غير في الطاب، غير في البانيو، يعني بلا قصريه بلا حتى شي حاجه. الا كانت العجينه قليله ما كاينش نحضروا القصريه. كنجمع شويه بيدي هكا حتى كيتلم لي العجين، ما يحتاجش كاع دلكي بزاف. صافي ناخذ العجين ديالي كنحطو على سطح العمل، وكنبقى ندلك غير بشويه بهذه الطريقه. كنرش بالماء وكندلك بالطريقه جد بسيطه، ما كنتسمحن عليه ما حتى شي حاجه، وكيصدق مزيان. كنرش بشويه ديال الماء وكنبقى غادي وكنهضر وكنعاود نجمع نرد، ما كنجبد لا العجينه لا حتى شي حاجه، وكتخرج مزيانه وناجحه 100%. بعد ما كنحصل على هذا القوام كما كتشوفوا، العجينه بدات كترخف معنا وبدات ترطب، خليتها مرخوفه شي شويه. دابا غادي ناخذ واحد كيس بلاستيكي وغادي ندخل العجينه ديالنا وغنسدو عليها مزيان باش ما يدخلش ليها الماء سخون. وكناخذ كيس اخر ديال البلاستيك وكنحط الداخل ديالو باش الا جاب الله البلاستيكه الاولى فيها شي ثقوب اولا شي حاجه، باش الاخرى كتحمي باش ما يدخلش ليها الماء. بالنسبه للعجين ما يدخلش ليها الماء. بعد كناخذوا هذه الجميله، غادي نضيفوا الماء سخون. دابا الماء يكون ساخن، هاد الماء سخون كيعاون لينا العجينه باش كترخف لينا مزيان وكتجينا سهله في الطوراق الا ما كانش فيها الخميره. وإلا كان فيها الخميره طبيعه الحال ما يمكنش لينا نديروها في هذا الماء سخون، لانها غادي تخمر وغادي تخسر لينا. بعد ما دوز 15 دقيقه راني رجعت، ناخذ العجين ديالي نحيدها من البلاستيك
اول شيء غادي ناخذ شويه ديال الدقيق القمح، كنضيف عليه الزيت، تقريبا نص كاس ديال الزيت، خنيشه ديال الخميرات الحلويات، وكنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. كنخلط الكل حتى يولي حصل على شكل كريمي شويه، يكون ما بيش، ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش سائل. انا بلا ما نحتاجش نزيد الزيت، مازال انا غنقرص بالزيت. بعد كنزول العجين، بعد هاد البلاستيكيه ما درتش ليها الزيت، لي هذا لصق لي فيها العجين. المهم كنحصل على هاد القوام كما كتشوفوا. بعد ما نديرو في داك الماء كيخليه على هاد الشكل هذا، كيخرج مطاطي وكيخرج ساهل، كيجينا ساهل في الطراق. لا بالنسبه للمسمن ولا الملاوي كنخدموا هذه الطريقه باش كنخدم انا الملوي ولا مسمن. ندير العجينه بنفس الشكل وكنخدم بنفس الطريقه نفس العجينه اللي كنعجن بها. ولا بعض المرات كنكون كاع كنكثر الفينو على الفرص، لان الفينو صحي على الفرص بزاف. كما كتشوفوا العجينه جات رائعه جدا وسهله الخدمه باش نخدموا بها. صافي غنبدا نقطع كويرات. كما كتشوفوا العجينه مطاطيه وزوينه، وراه ما فيها حتى شي حاجه. راكم شفتوا العجينه كيفاش خدمتها في الاول، راه ما فيها حتى شي حاجه من غير الملحه وشويه ديال السكر. كما كتشوفوا العجينه مطاطيه وزوينه وسهله. صافي غنبدا نطلق المسمن ديالنا بالطريقه. ما كنقرص ما والو، غير كنجرب يديا شويه، كنلوح فيها الجناب، كتجي ساهله واش كاع فايته القياس. بعد كنطلقها مرقه، كناخذ شويه من هذا الخليط اللي حضرنا، كنوزع لهذا الشكل. صافي وكنحضروا الطريقه ديالنا ديال المسمن. كنرولي ولا كنديروا الملوي. ملوي نجمعوه ونعاود نجرو نبقاو نروليو. مسمن غادي نيو غير على هكايا وغادي نجمعو.
نعاود معكم واحده اخرى. صافي بعد كنبداو نسمنو في المسمن ديالنا، نديرو ملويه ولا نديرو مسمن اللي حبيتو. صافي كناخذ مقله ثقيله اللي كنستعمل بها دائما المسمن، كنحطو كنقلب قبل ما كيبدا يتحمر باش كيجينا منفوخ وكان نبقاو نقلبو فيه دغيا، ما نخليوش حتى يتشرب لينا من قنت واحد. هنايا هاد الخلطه راني زدت فيها شويه ديال البابريكا، هي اختياريه باش كيجينا اللون ديال المسمن حميمه. كما كتشوفوا عجينه مطاطيه وزوينه. صافي هذا هو المسمن ديالنا واجد. كنتمنى تعجبكم الطريقه ديالي وتتبعوها بالنسبه للمبتدئات باش ينجح معكم المسمن 100%. باش كيجيكم مورق على هذا الشكل ويجيكم زوين وراه ما شربش كاع الزيت بزاف. وكنتمنى مسيره موفقه لكل واحد، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم. الله يرحم لكم الوالدين ونهاركم مبروك والسلام عليكم.